اسمحوا لي نيابة عنكم أن أرحب في افتتاح مجلسنا الوطني الأول للجمعية التونسية للزكاة بضيوفنا الكرام العميد برهان الطريقي عميد كلية العلوم الاقتصادية والتصرف بسفاقس، والدكتور إدراس عبد الله رئيس الجمعية التونسية للاقتصاد الإسلامي. كما نرحب بالأخوة الصحفيين ورجال الأعلام وكذلك ممثلي المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية والجمعيات والأساتذة الجامعيين. أيها الأخوة والأخوات، يشرفني إبلاغكم تحية الدكتور منير الخيري وزير الشؤون الدينية وعضو مؤسسة الجمعية التونسية للزكاة، وتمنياته بنجاح مجلسنا هذا، معبرا عن أسفه لعدم الحضور لالتزاماته مع ضيوف تونس، ووعده بزيارة كل مقرات الجمعية بزيارات الولايات وتشرفه بحضور أشرطها. كما أبلغكم تحية الأخوة الأساتذة من جامعة الزاوية بليبيا وتمنياتهم لكم بنجاح عملكم. أيها الحضور الكريم، يسعدنا أن نرحب بكم بمركز البرجي، مقر جمعية المحافظة على القرآن الكريم والأخلاق الفاضلة بسفاقس. دار القرآن هذه تأسست سنة 2010، تتوفر بها 10 قاعات وقاعة إعلامية ومكتبة متميزة وقاعة اجتماعات بتجهيزات عصرية يشرف عليها أساتذة متميزون يضم أكثر من 5000 طالب للعلم في حفظ القرآن وتجويده والفقه وغيره. هذا المكان الذي يحس به الفرد بالطمأنينة والسكينة انعقدت بالجلسة التأسيسية لجمعيتنا في 12 جوان 2012، واليوم نلتقي أيضا فيه في أول مجلس وطني للجمعية. قال الله تعالى: وآتوا الزكاة، وهو شعار مجلسنا هذا اخترناه لدلالته الشرعية. وللشيخ حبيب الخلال كلام في هذا سأتركه له. فقط أؤكد أن قضية الزكاة تعد أحد أهم أدوات محاربة الفقر وتحقيق التنمية والبناء الحضاري، لذلك وجب علينا جميعا مضاعفة جهود التوعية بأهمية الزكاة من خلال التكوين في الطرق الشرعية والمحاسبية لاحتسابها وصرفها. نلتقي على طاعة الله، نلتقي بعدما بارك الله لنا في هذه الجمعية بأعضاء جدد نتشرف ونفتخر بهم من خيرة هذه الأمة، تلاقوا لخدمة دينهم ولنصرة فريضة الزكاة. انضموا معنا وتحملوا معنا مسؤولية الجمعية بأن أسسوا فرعين لها في قفصة وتونس العاصمة، فكانت أول طلباتهم هذا المجلس الوطني الذي طالبوا به للتنسيق والبناء المشترك لتحمل نفس الاستراتيجية والخطة العملية للنشاط، لنكون وحدة واحدة، نتشاور ونتناقش، نبادر وننجز ما اتفقنا عليه بإذن الله. أيها السيدات والسادة ضيوفنا الكرام، لقد بدأنا في السنة الأولى بعد تكوين الجمعية التونسية للزكاة بتنفيذ نظام إداري ومالي للجمعية، ثم قمنا بتحديد الرؤية والأهداف الاستراتيجية، لننطلق بعد ذلك لكل من يهم اللجنة الشرعية والمحاسبية. في وضع الأسس الشرعية والمحاسبية فقمنا بمساعدة العديد من الشركات والمؤسسات على احتساب زكاتهم في مختلف ولايات الجمهورية، وقمنا بتركيز آلية الزكاة 53-600 التي قدمت الإجابات المطالبين بأداء الزكاة من مختلف ولايات الجمهورية، وكذلك حتى الأخوة الجزائريين والليبيين. وبعد ذلك قمنا بتأسيس لجنة التكوين، ثم لجنة الاتصال والإعلام، وأخيرا لجنة تنمية موارد الجمعية. وبدأنا بالعمل الإعلامي، فكان لنا لقاء الإعلامي الأول حيث عرفنا بالجمعية وأهدافها
وبفقه الزكاة، وكانت لنا مداخلات أسبوعية بإذاعة الزيتون القرآن الكريم مع الشيخ بمخلد، ولقاءات إذاعية متعددة مع إذاعة صفاقس، قرصة، تطاوين، شمس FM، الوطنية وغيرها، ومع قناة القلم والزيتونة وحنبال والجنوبية وغيرها. وفي ميدان التكوين بادرنا بتكوين النواة الأولى للجمعية في طبخ ومحاسبة الزكاة ومصاريفها، وزرنا مدينة قربة وتونس العاصمة وجابس وقرصة في نفس الاتجاه. كما أولينا اهتماما خاصا بملتقى صفاقس الدولي للمالية الإسلامية من خلال مشاركتنا في التنظيم مع كلية العلوم الاقتصادية والتصرف في صفاقس، وهذا يدخل في قناعتنا بأنه لا مجال ليتطور الاقتصاد الإسلامي بما يحتوي عليه من مالية إسلامية وزكاة ووقف إلا بيطور المجهود العلمي الأكاديمي. فكانت لنا مساهمة في بعث ماجستير بحث مالية إسلامية بالكلية، ثم إجازة لأول مرة في تاريخ الجامعة التونسية اقتصاد ومالية إسلامية. وشاركنا في اللجنة القطاعية للتعليم العالي لتدريس المالية الإسلامية في الكليات التونسية. كما ربطنا الصلة بأساتذة الجامعة الزيتونية كالأستاذ هشام الجريسة والأستاذ الدكتور برهان النفاتي. وكانت لنا مشاركة مع بيت الزكاة الكويتي في مؤتمر الدول 28 اللي تؤمر بتونس سنة 2012، وتربطنا علاقة قوية ومتميزة مع الجمعية التونسية اقتصاد إسلامي، وكذلك حضرنا الملتقيات التي نظمتها الجمعية التونسية للمالية الإسلامية. كما ساهمنا في إعداد مشروع قانون بيت الزكاة التونسي لجلستين في مقر الجمعية مع مستشار وزير الشؤون الدينية خلال شهر رمضان 2012. كما أولينا تكوين أهمية لإطاراتنا، ساهمنا في الحلقة التكوينية بعدد هام من أعضاء الجمعية في دورة الصيف المعتمد، ونجح فيه 7 من أعضائنا. وقمنا مؤخرا بدورة في البرمجة اللغوية العصبية بيانات مع الخبير في التنمية البشرية الأستاذ أحمد الرحيم. كما شاركنا في دورة الموارد الخاص بالجمعيات، كل هذا لاكتساب أعضائنا القدرات والكفاءات الضرورية، لأننا نعرف أن العنصر البشري هو الأساس. كذلك فتحنا مقر الجمعية لطلبة ماجستير بحث للاستفادة من المراجع العلمية الموجودة بها، واستقبلنا طلبة متربصين خلال عطلة الصيف، وتابعنا تكوينهم خلال السنة، ونساهم في تخطيط الخبراء المحاسبين في أطروحاتهم المختصة في الزكاة، لنقدم لهم الخبراء الشرعية لأعضاء الجمعية المفقودة في الجامعة التونسية في مدينة صفاقس. كل هذا العمل جلب للجمعية العديد من وسائل الدعم والمساندة الأدبية والمالية. فبالإضافة للعمل العلمي بادرنا بالعمل الخيري المنظم مع جمعية أطفال SOS محس وجامعة صفاقس للطلبة الفقراء، والمستشفى الجامعي هادي شاكر للمرضى الفقراء، وأخيرا مع جمعية الرفيق للأطفال فاقدي السند في شكل اتفاقيات مشتركة. هذه الآليات ذات استحسان المزكي. أيها الأخوة، عديدة هي إنجازات الجمعية التونسية للزكاة التي لا يمكن أن نسردها بهذه الكلمة. ففي سنتين تقريبا عمل أعضاء غير مديرين عن دينهم مؤمنين بقدراتهم ومتميزين في أعمالهم الشيء الكثير، ولكن لابد للعمل أن يتواصل فالطريق ما زال صعب. فمجلسنا الوطني هذا مناسبة للتنسيق في الميدان الإداري والمالي، لما لهذا الدور من أهمية كبرى لديمومة الجمعية وسمعتها. فلا مستقبل للجمعية بدون إدارة قوية وهيكل تنظيمي واضح ونظام رقابة متميز، وهذا لابد أن يتعزز بنظام معلوماتي متطور يستعمل البرامج الإعلامية المرتبطة بعضها ببعض. وكذلك الجانب العلمي له الاهتمام الكبير. فجمعيتنا هي جمعية علمية تهتم بنشر فقه الزكاة واحتسابها ومصاريفها، وهذا لا يكون إلا من خلال وجود هيئات شرعية ومحاسبية متناسقة مع بعضها في الآراء الفقهية والمحاسبية،
ولا تظهر مجهوداتها إلا بالإنتاج الكتابي لمراجع علمية ونشريات توضح كل ذلك. فتكميله هدفنا، وبرنامج التكميل السنوي يجب أن يشمل جميع الهياكل وكل القطاعات في جميع الولايات. كلنا في بداية العهد، هذا الميدان قد سبقنا إليه شعوب إسلامية، ونحن بفضل الله نساهم في تدريس فقه ومحاسبة الزكاة طلبة ماجستير بحث مالية إسلامية بالكلية، ونحن على استعداد تكوين الجيل الجديد متمكن من دينه وخاصة في ركن الزكاة. ولأن نشر فقه الزكاة وغايتنا، فللجانب الإعلامي دور كبير في عمل جمعيتنا، وموقع الويب وصفحة الفيسبوك والنشريات والمطويات والأيام الإعلامية والكتب العلمية كلها وسائل لدعم ذلك. كل الوسائل توصل بنفس الهدف ألا وهو نشر ثقافة الزكاة. فالمجال لكم أيها الأخوة والأخوات الكرام لإبداء آرائكم واقتراحاتكم لنخرج بجملة من التوصيات والاقتراحات والتوجهات لسنة 2014 لتقع متابعتها في هيكلنا التنفيذية وفي أعمال اللجان المسابقة. أيتها الأخوات والأخوة، لقد جعلنا أعمالنا بعيدة عن التجاذبات السياسية، فلم نحضر أي نشاط سياسي ولم نشترك في أي تنسيقية، وكانت إجابتنا دائما أننا جمعية علمية نتعاون ونشجع كل عمل علمي أكاديمي بحثي، ولسنا جمعية خيرية تربطنا علاقة طيبة مع الجميع. ولكن أهدافنا لا تتحقق إلا بمكاسب، فنحن نطالب من جديد حكومة السيد مهدي جمعة والمجلس التأسيسي بالإسراع بالمصادقة على قانون الزكاة التونسي حتى ننظم جمع الزكاة وصرفها على مصاريفها الشرعية وفق مرجعية تونسية موحدة بفقه الزكاة ومحاسبتها، وحتى تساهم الزكاة في تنمية الاقتصاد التونسي، حتى نقطع الطريق أمام كل المشككين والذين يريدون اختزال هذه المبادرات في تجارب سابقة نعرفها جميعا. الإسراع بالمصادقة على مطلب جمعيتنا والجامعين بصفاقس لتأسيس معهد الاقتصاد والمالية الإسلامية بصفاقس لتوفير الإطارات المختصة للمصارف الإسلامية وشركات التأمين. الإسراع بالمصادقة على قانون شركات التمويل الأصغر الإسلامي وقانون الأوقاف وغيرها من القوانين المتعلقة بالمالية الإسلامية. أعضاء الجمعية الموقرين، أيها الضيوف الكرام، جزيل الشكر لحضوركم وتحملكم مصاعب السفر طلبا في الأجر والثواب. تقبل الله أعمالنا واجعلها في ميزان حسناتنا. نتوجه بالشكر في الأخير لكل الهياكل والمؤسسات والأفراد التي تساعد الجمعية التونسية للزكاة في ميزانية تصرفها وفي دعم نشاطها. جزيل الشكر لأصحاب الأقلام الحرة من صحفيين وإعلاميين لمساهمتهم معنا في نشر ثقافة الزكاة. الشكر الكبير لجنة تنظيم هذا الملتقى لأعضاء يعملون في الخفاء لا يرغبون في الظهور الإعلامي ولكن أجرهم عند الله كبير. جزيل الشكر لكم لهذه اللحظات السعيدة التي تجمعني معكم. دمتم أعضاء متميزين متألقين في نشاطكم في هذه الجمعية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.